واحد جالي عايز يبدا يتمرن، فجه قال لي يا شن قول لي اعمل ايه واسوي ايه وايه الاكل اللي اكله، ايه الحاجات. فبدا يدخل عليا بكميه كلام، كميه اهداف واحلام مش مترتبه، وكميه حاجات جاي متحفز بيها. فجاي للكوتش يقول له قول لي اعمل ايه، قول لي اسوي ايه. هقول لك على كام حاجه انا دايما بقولها للعملاء بتوعي عشان يوصلوا للهدف اللي هم عايزينه، او للحاجه او للجسم اللي هم عايزينه، اذا كانوا عايزين يخسوا او يزيدوا او ايا يكن. هقول لك على الحاجات دي جايز تساعدك. اول حاجه اعرف انت عايز ايه وبتتمرن ليه وايه الهدف من تمرينك. الحاجه دي اساسيه جدا في ان انت تحدد هدفك وتبقى عارف انت عايز تعمل ايه. عايز تخسر وزن فدي ليها طريقه، عايز تزيد عضلات فدي ليها طريقه، عايز تحسن الكور بتاعك اذا كان عندك اصابه فدي ليها طريقه. فكل حاجه لازم تبقى محددها. وطبعا انت بتبقى تايه في الاول، فعشان كده بتلجأ لكوتش يبقى معاك هو اللي يوضح لك كل ده. هقول لك على كام سؤال كده حاول تجاوبه مع نفسك بحيث ان انت تفهم انت عايز ايه. السؤال الاول، هل انت بتتمرن عشان متحفز من فيديو شفته على السوشيال ميديا فبناء على ده اتحفزت ان انت تنزل الجيم ورحت دفعت الممبرشيب ودفعت البي تي والكلام ده كله؟ تاني سؤال، هل تمرينك غرضه اصلاح شيء باظ زي اصابه في كتفك، زي اصابه في ظهرك، زي اصابه في ركبتك؟ هل تمرينك غرضه ان انت تبني جسم كويس وتبني صحه كويسه بحيث ان انت تبقى قادر يبقى شكلك كويس، يبقى عضلاتك مظبوطه، مفاصلك تمام؟ فحاول تسال نفسك انت بتتمرن ليه، او رحت الجيم ليه، او الحاجات دي كلها بتعملها ليه. اكتب في ورقه وقلم كده وجاوب على نفسك باستفاضه. شوف انت عايز توصل لايه. مش بتمرن عشان اعجب فريده ولا سهيله صاحبتها، كل ده كلام فارغ وكل ده هيوقعك في ثانيه. طيب جاوبت على كل ده ولقيت ان انت مفروض هتبدا تتمرن، فايه اول حاجه المفروض تعملها كمبتدئ؟ اول حاجه المفروض تعملها كمبتدئ ان انت تعمل انبادي. الانبادي ده هو ميزان، الميزان ده بيجيب الدهون اللي في جسمك، الميه اللي في جسمك، العضلات اللي في جسمك، وبيجيب كل حاجه تقريبا في جسمك. نيجي بقى لجانب التمرين. الحاجه الاساسيه اللي لازم اي حد يعملها هي البوش بول ليج. البوش بول ليج احلى حاجه فيه ان انت بتلعب العضله مرتين في الاسبوع، فده حلو ليك كمبتدئ. حاول بقدر الامكان ان انت تلتزم عليه من شهر لشهرين. طبعا لو انت تايه او واقف اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنت وهرد عليك وهساعدك توصل للي انت عايزه من غير اي مقابل، من غير اي حاجه. بس كده، اتمنى اشوفكم في احسن حال دايما يا رب. وبس كده، سلام.